حتى يتقشر مع البصل، يتقشر يتغير لونه يحرق. اهم شيء بالكبسه لا ما يتكرمل، نخليه يتقمر عدا زياده. زي البهارات الصحيحه، قرفه ورق غارق وليمون اسود. حركها حتى تطلع لونها يا اخي انا ملخبط. الريحه يا اخوان بس. وتبغى كبسه كابونيه لازم يتقمر البصل زي كذا. نزل معجون الطماطم حبتين عشان معنا 4 حبات دجاج. يا سلام يا الريح. ودحين نزلنا الدجاج 4 حبات. بنحركه حتى يتقمر معنا الدجاج، لازم يتقمر من تحت. طبعا الكبسة هذه تعتبر كبسة سريعة بس حقه طلعة. بهارات طبعا البهار ذا من عندي. الدجاج مبهر ما يحتاج، بس لازم شوية نكهة بهار مشكلة. دحين بننزل الموي. بسم الله. بنقفل عليه. أول ما تصفر معنا الصفيرة بنحسب له 15 دقيقة، وبعدين نحط. قبل ما نقفل عليه عندنا شوية بصل، مو بصل، بطاطس وفلفل رومي وثوم. هذا دجاجنا جاهز. نحب نملح يا اخوان. بننزل الرز اللي عندنا ابو بنت مغسول بس ما يحتاج مويه، صح؟ موزون اتوقع ما يحتاج، كفايه. ابو بنت يشرب مويه، لازم مويته زياده ويطول، مو زي ابو كاس او مزه او عنبر. 10 دقائق بس وهو جاهز كذا كفايه. زدنا شويه مويه بس عشان ابو بنت لازم المويه زايده شويه. الحين بنقفل عليه. اول ما يصفر نخلي النار خفيفه ونخليه لمده 20 دقيقه. ابو بنت يطول. هذا الصواريخ لازم. الحين نقفل. يا سلام سلم. ترى مو مويه بس حركها شوي كذا على طول تناشف معاك. شايف؟ يروح المويه. اسمها اصلا ابو دمعه. حرك على خفيف. يا سلام سلم يا الريحه. وهذه النتيجه النهائيه. بسم الله ما شاء الله.